اللي قدامك في الصورة ده يبقى سفاح الشروق أو قاطع الرؤوس. نبدأ من الأول أفضل. الحكاية بدأت من حادثة هزت مصر كلها في 9 سبتمبر 2018 لما الأهالي بلغت في الشروق إن في شقة مقفولة والريحة طالعة منها بشكل غريب، ولما كسروا الشقة لقيوا منظر محدش فيهم يقدر ينساه لحد النهاردة. الأم منال واللي عندها 27 سنة مذبوحة، راسها مفصول عن جسمها، وجنبها ولادها الأربعة حسين اللي كان عنده 7 سنين ومحمود ودعاء وحنين أخي العنود اللي كانت لسه يدوب 2 سنين. اتضح إن كلهم مقتولين بنفس الطريقة، مفيش أي أثر سرقة ولا كسر ولا عنف في الشقة، وده اللي زود الشكوك إن الأب اللي مختفي من غير أثر هو اللي ممكن يكون المتهم الرئيسي. والأغرب إن الجيران كلهم كانوا بيقولوا عليه إنه راجل هادي طيب وملوش في المشاكل، لكن الحقيقة كانت أبعد من كده بكتير، لأن الشخص اللي كانوا بيسموه أحمد أبو جبل اتضح بعد كده إن ده ما كانش اسمه الحقيقي، ده كان اسم متفبرك عاش بيه ولسنين طويلة، لأن لما انتشرت صورته في صحفي مشهور في مجال الجريمة قدر يتعرف عليه وقال إنه قعد معاه وإن اسمه الحقيقي كان كرم محمد عبد الراضي، واحد عليه حكم إعدام وهارب من جريمة قطع أشلاء في سوهاج من 2009. طيب مين كرم؟ كرم أصله من سوهاج، كان سايب التعليم من وهو عنده 13 سنة، نزل القاهرة يشتغل في التجارة والمقاولات، عاش في العمرانية فترة واتجوز في بلده وخلف هناك، ولأنه كان طول عمره بيغلي من جواه، دماغه سودة وقلبه اسود ودمه بارد. حصل خلاف مع صاحبه بسبب فلوس سمسرة أرض، وبدل ما ياخد حقه بالقانون خطط إنه ياخد حقه بالسطور. وفي يوم 9/9/2009 وفي نهار رمضان اشترى سطور جديد وسكينة وكاس سودا وجهز الدنيا كلها، وفاجئ صاحبه بضربة في دماغه وصدره لحد ما وقع قدام ميت، وبعدها قعد يقطع في حتت ويحط الأشلاء في كاس سودا وجوه شنطة سفر كبيرة، وبعد كده غسل الحيطان من الدم وغير هدومه ونزل القهوة عادي جدا كله برود، وبعدها بكام ساعة خد تاكسي ورمى الشنطة في مقلب الزبالة وسافر على سوهاج عادي جدا، لكن اتقبض عليه واتحكم عليه بالإعدام. ولما حصلت أحداث يناير واقتحام السجون في 2011 هرب مع اللي هربوا ولبس نقاب وراح لأهله من غير ما حد يعرفه، وبعد فترة قرر إن هو ينزل القاهرة، لكنه نزل باسم جديد أحمد أبو جبل، وقرر إن هو يستخبى وسط الناس في الزحمة. ومن سنة 2012 دخل حياة منال وقدر إن هو يتجوزها بورق رسمي وباسمه الحقيقي، واللي استغل الفوضى اللي كانت في البلد وسجل نفسه في الأوراق إنه من الصف من الجيزة، وأنجب منها بالفعل 4 أطفال، ونقل حياته للشروق من 2016 وفضل عايش فيها بمنتهى الهدوء وكأن الماضي ده مش موجود. لكن الخلافات بينه وبين مراته بدأت، ودخل في الصورة واحد اسمه عودة ده كان شريك كرم ساعتها، اللي تخيل إن عودة كان على علاقة بمراته، ومع أول خناقة منال ضربته بالقلم، والراجل اللي عقله كأنه سكينة باردة اتكسر بالقلم اللي خده على وشه وطلقها، والجيران دخلوا يصلحوا ما بينهم وقعدوا معاه لحد ما رجعوا لبعض، لكنه لما رجع بنية تانية تماما، رجع وهو مقرر ينتقم من الألم ده بطريقة ما فيهاش رحمة. قرر يقتل منال وولاده ال4، اشترى منوم وبكميات كبيرة، فضاف كل من المية علشان يتأكد انهم يشربوا منه كلهم. ولما كلهم ناموا وفي يوم 9/9/2018 الساعة 2 بالليل دخل عليها بالسكينة وذبحها، فصل رقبتها عن جسمها، وبعدها دخل على عياله واحد ورا التاني وعمل فيهم نفس اللي عمله في أمهم وبمنتهى البساطة والبرود. اتصل بأخت عودة وقال لها إنه قتل مراته وعياله وإنه هيموت عودة كمان لو شافه.
وبعد ما خلص جريمته نزل لبس النقاب تاني ونزل على المحطة علشان يهرب على سوهاج بنفس السيناريو اللي هرب بيه قبل كده. لكن هو في القطر والتصاريف القدر اتصل بواحد من صحاب المحلات اللي في الشروق يسأله عن مراته وعياله كأنه متفاجئ. والصدفة كانت أقوى من ذكائه، لأنه كان واقف جنب صاحب المحل ده ضابط طلب منه إن هو يحاول يطول المكالمة على قد ما يقدر علشان يقدروا يحددوا مكان بالظبط. وبعد دقايق كانت إحداثياته واضحة، وقدروا إن هم يقبضوا عليه في القطر وهو لابس النقاب قبل ما يوصل قريته. اتحقق معاه واتحكم عليه بالإعدام للمرة التانية في حياته. والمفارقة إن الجريمتين اللي كانوا في نفس اليوم، يوم 9/9، وبنفس الطريقة وهو بنفس خطة الهروب، وحتى نفس الهدوء وهو بيشرح ازاي قتل وقطع ومشي، كأن اللي عمله ده حاجة عادية جدا. ولحد هنا دي كانت نهاية قاطع الروس، الراجل اللي عاش عمرين باسمين وشكلين وهويتين وجريمتين مختلفين، واللي فضل فاكر إن الحياة سلسلة هروب ممكن يفضل يجري فيها، لكن الدم دايما بيتكشف مهما طال الزمن. وفي الآخر الراجل اللي الناس كانت بتشوفه مبتسم وهادي وهو نازل يشتري طلبات لعياله طلع أخطر مما حد ممكن يتخيل. واحد عاش عمرين، هرب مرتين، وقطع وقتل من غير ما رمش وارتجف. ولولا غلطته وهو بيكلم صاحبه من القطر يمكن كان كمل حياته وسط الناس كأنه شخص صالح وأب عادي. بس مهما حد جري أو لبس وش أو غير اسمه، الدم عمره ما بيستخبى، والخطر عمره ما بيتكرر على الشكل. يمكن دي أكتر حاجة تخوف، إن حد عادي طبيعي ممكن تتعامل معاه يوميا ممكن يكون جواه كل الغل والحقد ده، إن اللي تحتنا في السلم أو اللي بنسلم عليه في الشارع ممكن يكون جواه حاجة إحنا مش شايفينها. وساعتها السؤال اللي بيقعد يرن في دماغ أي حد سمع القضية دي، كام بيت عاشوا جنبه من غير ما يعرفوا إن القاتل اللي نام وسط ولاده ولسنين كان ممكن يدخل عليهم هم كمان. ولحد هنا دي كانت نهاية الفيديو. لو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. ومع حكاية نوح، سلام.